السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا، وبجد بقيت بسعى ان انا اعمل لكم حاجات اقتصاديه وسهله، ما نصعبش الدنيا على نفسنا. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض كيك يومي الشوكولاته والقهوه. بس بصراحه كده بقى مش اي كيك، من سهولته وحلاوته هيخليكي تقومي دلوقتي تعمليه. وهنستغنى كمان عن التورت والجاتوهات اللي احنا بنجيبها من بره. يعني كيك كده هش ومرتفع وبيدوب في البق يدوب، وكمان هنعمله صوص خطير بمقادير اقتصادية. تابع معايا الفيديو الآخر عشان تعرفي كل التكات والحركات وازاي الكيكة تنجح معانا. وقبل أي حاجة ما تنسوش تدعموني بلايكات كتير وشير وكومنت حلو كده زيكم للقناة. ويلا بينا نشوف طريقة التحضير. هنحتاج طبعا الخلاط بتاعنا، وهنزل عليه بالأربع بيضات. دول 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. لو البيض عندك يعني كبير قوي ممكن نستخدم 3 بيضات، بس هنا انا استخدمت 4 بيضات بتبقى مظبوطة جدا يعني. بس لو مش متوفر عادي 3 بيضات لو البيض بتاعك كبير. انا البيض عندي وسط فاستخدمت 4. هننزل بيهم في الخلاط. احنا زي ما احنا يعني متعودين، حاجة سهلة جدا بسيطة. الخلاط بتاعنا بيخلينا نعمل كل حاجة في ثواني، مش لازم مضرب كهرباء، مش لازم نقعد نلف بمضرب يدوي، لا عادي خالص. هننزل بقى على البيض بتاعنا بالسكر. هنحتاج كوباية وربع من السكر. ده سكر ابيض، لو ما عندك سكر تموين برضو ماشي حلو، لان احنا الكيكة بتاعتنا غامقة اصلا فمش هيبين، عادي يعني كله بيتدارى. هنضرب كله مع بعضه كده، البيض مع السكر لحد ما يرتفع ويفتح درجتين، يعني نلاقي ان اللون بتاعه فتح درجتين كده. بعد كده هننزل بقى بالسمنة بتاعتي والزيت. انا هنا مستخدمة نص سمنة ونص زيت. عايزة تستخدمي زيت بس، يعني تحطي كوباية الا ربع من الزيت وربع سمنة مفيش مشكلة. عايزة تستخدمي كله زيت برضو مفيش مشكلة، بس هنا هيديكي طعم اقوى، يعني هتلاقي طعمها احلى. ولكن طبعا احنا مش هنصعب الدنيا على نفسنا، اللي متوفر عندنا هنشتغل بيه. هنبدأ بعد كده هننزل عليهم بمعلقة خل ابيض كبيرة. انا بحط معلقة خل ابيض كبيرة، ده ممتاز في كل الكيكات معاكي، مش هيخلي لك فراغات، مش هيخلي زفارة للبيض، وبجد اعتمديه معاكي في اي كيكة بتعمليها. هننزل كمان عليهم بكيسين كده من الفانيليا، اي فانيليا متوفرة، فانيليا بودرة، فانيليا اللي هي السايلة، عادي كله بيشتغل. هنضربهم مع بعض كويس لحد ما القوام بتاعهم يتقل وكمان لونهم يفتح. هنا بقى تركة حلوة قوي. هنجيب كوباية من الحليب السخن، مش المغلي، سخن يعني بعد الدفيان بشوية. هنزل عليه بمعلقة من النسكافيه او اللي هي القهوة سريعة الذوبان، وهقلبه فيها عشان اتأكد ان القهوة بتاعتي دابت كويس. هنا هتوزع لي النكهة في كل الكيكة، لان لو حطيت المعلقة سريعة الذوبان بتاعة القهوة عليهم كده في الخلاط ما بتدوبش، بيفضل حبيبات وما بيدوبش كويس. هنا انا يعني اتأكدت ان النكهة هتتوزع كويس قوي في كله. ضربناهم مع بعض كويس وهنركنهم بقى على بعض شوية كده. وهنبدأ نجيب طبق كبير، وهنزل بالدقيق بتاعي. انا استخدمت حوالي يعني لازم اوقع برضو، بصوا حوادث المطبخ، احاول يعني بحاول اظبط الدنيا، بس لازم برضو يعني نوقع. نرجع تاني، احنا استخدمنا حوالي كوبايتين ونص من الدقيق. وطبعا هعيد تاني ان احنا الكوباية اللي بنستخدم بيها او بنعاير بيها هي نفس الكوباية اللي انا بستخدمها في كل حاجة، يعني نفس الكوباية اللي احنا معايرين بيها الزيت، نفس الكوباية اللي احنا معايرين بيها اللبن، نفس الكوباية اللي احنا معايرين بيها الدقيق، تمام. والسكر برضو نخلناه، ولازم ننخله كويس لان دي خطوة بجد لازم تعتمدوها. ده ما بيخليلكيش فراغ في الكيكة، كمان لو في اي تكتلات بتتشال معانا وبيبقى كله زي بعضه. هنا بقى هنشيل معلقة كبيرة من الدقيق، خلاص كده هنستغنى عنها. وهنحط مكانها ايه بقى يا ست الكل؟ هنحط مكانها معلقة كبيرة من الكاكاو. شلنا حاجة مقابل حاجة، يعني حطينا مكانها معلقة من الكاكاو الخام، طبعا مش الكاكاو اللي فيه سكر، لا ده كاكاو خام عشان يديني نكهة قوية. انا بستخدم كاكاو خام كورونا، بيبقى حلو قوي وكمان النكهة بتاعته قوية والشوكولاتة فيه بتبقى باينة. هنحط معاهم بقى طبعا الكاكاو نخلناه برضو لانه زي الدقيق بالظبط بيبقى فيه تكتلات. هنحط كيس بيكنج باودر، اي بيكنج باودر موجود، كيك شيف ينفع او الاخضر اللي انتوا شايفينه ده ينفع.
ونخلناه هو كمان ما جاتش عليه يعني، وحطينا بقى ذرة من الملح. تمام. هقلب بقى كل المكونات الجافة دي مع بعض. على فكرة الملح بيخلي النكهة تبان، يعني الناس اللي بتقول الملح ده لازمته ايه، لا هو بيخلي لك طعم الحاجة تبان والريحة تطلع. هنقلب كله مع بعضه لحد ما اتأكد ان كلها بقت لون واحد، ما يبقاش في حتة فاتحة وحتة غامقة. هننزل بالخليط اللي احنا عملناه كله مرة واحدة. يلا ادلق مع بعضه، ما تقلقوش خالص، ما تخافوش يعني، ادخلوا بقلب جامد، ما تخافوش خالص. وبنقلب كويس، احنا جامدين يعني، احنا ناس جامدة جدا، وما تخافوش وادخلوا بقلب جامد واتكلوا على الله، وهتطلع ممتازة معاكم، وهتدعولي مش هتدعوا عليا، هتدعولي. وانتوا بتتفرجوا بقى كده انزلوا اعملوا لايكات وشير واشتراك لو مش مشتركين في القناة، عشان الفيديوهات توصل لأكبر عدد من الناس. وإن شاء الله بدعمكم هنوصل لعدد كبير من المشتركين. احنا قربنا نوصل على 3000 مشترك، وفضلكم بدعمكم وبحبكم إن شاء الله هنوصل. وبشكر بجد كل الناس اللي بتدعمني من قلبها، وكل الناس اللي متابعاني، بحبكم جدا والله، وبشكركم من كل قلبي. هنقلب بقى عادي خالص، ولا من تحت لفوق ولا من يمين وشمال ولا اي حاجة. بصوا اهو، انا عمالة اقلب وبجيب الدقيق من تحت، يعني علشان ساعات الدقيق بيبقى موجود عندنا في البولة كده من تحت، فلا بنحاول ان احنا نجيب كله، وبقلب كويس جدا لحد ما القوام بتاعي يتقل بقى. احنا طبعا اول ما بنحطها بتبقى خفيفة لان لسه الدقيق بيبقى راقد تحت، فلما بنقلب خلاص هي كده كلها دخلت في بعض، وبدأت انها تقلت معايا شوية. وكمان ما تنسوش ان اللبن بتاعنا سخن فهيخليها لي سايلة، ولكن لو سيبناها شوية هتلاقوها تقلت. بس احنا مش عايزين نسيبها، الخليط اول ما بيتقلب بيتحط على طول عشان الكيكة بتاعتنا متطلعش ناشفة. خلاص كده اتأكدنا ان كله دخل في بعضه، يعني مفيش اسهل من كده، كله في الخلاط وبنقلب عادي خالص، ولا باخد 10 ساعات فيها ولا الكلام ده. يلا وانتوا بتتفرجوا كده بقى ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك للفيديو. بفكركم كل شوية، بفكركم عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس، وطبعا ده فضلا منكم، ومش بأمركم خالص يعني، ده فضل منكم. الخطوة اللي بعد كده بتبقى أهم خطوة معانا، ان احنا بنجيب القالب بتاعنا ده قالب وسط، لازم نبطنه كويس. بنجيب الفرشة بقى وبندهنه بسمنة او بزيت، وبعد كده بحط دقيق وبوزعه عليه كله، وبقلبه بقى على وشه، وبديله خبطتين على ظهره عشان انزل كل الدقيق الزيادة. وبعدين هنزل بخليط الكيك مرة واحدة زي ما انتوا شايفين اهو. نزلنا بخليط الكيك. طبعا في الفترة دي بنكون مولعين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180 وتحت بس، ما بشغلش شواية عليها خالص. لازم نحط الكيكة في الفرن يكون سخن علشان ما يهبطليش الكيكة، يعني لو حطينا الكيكة في الفرن وهو بارد هيهبط لي كيكة بعد كده. هندخلها الفرن وهنعمل بقى الصوص الخرافة بتاعنا، سهل جدا واقتصادي وبرده في الخلاط. ربع كوباية من السكر، هنحتاج عليهم ربع كوباية من الحليب. لو احنا عايزين نضاعف الكمية هتبقى نص سكر ونص حليب، يعني كل حاجة بنضاعفها. هنا حطينا ربع سكر وربع حليب، لان انا مش محتاجة صوص كتير، انا بس هحط على الوش هزينها بيه. هننزل عليهم بالكاكاو الخام، دول معلقتين من الكاكاو الخام اهو. ربع كوباية من الزيت، زي ما قلت لكم ان احنا لو عايزين نضاعف الصوص ده هنضاعف الكمية. هنا بقى دي التركة الجامدة جدا، هتنقلك الطعم في حتة تانية خالص. معلقة من القهوة سريعة الذوبان، ومعلقة من لبن البودرة. لو مش متوفر لبن بودرة عادي ممكن نستغنى عنه، لكن القهوة سريعة الذوبان جربوها هتلاقوا النكهة في حتة تانية خالص. اهو ضربناه في الخلاط لحد ما حصلنا على القوام ده، وبجد ده صوص من الصوصات التحفة جدا، ممكن نحشي بيه الكيكة من جوه. فكرة لما بنسيبه شوية كمان بيتقل، يعني انت اللي بتتحكمي في القوام بتاعه. ولو تقل معاكي وعايزه تخففيه، يعني لو حطيناه في التلاجة عايزه تخففيه بعد كده بتحطي له شويه لبن وبتقلبي، هيتخفف معاكي عادي خالص. هنفضيه بقى في اي بوله كده عندنا، ممكن بقى نحشي بيه بسكويت، ممكن نعمل بيه يعني جناش كده للتورته، ممكن زي ما انت عايزه. بجد من الصوصات التحفه، سهله في الخلاط كله، مفيش اي صعوبه،
ولا شوكولاتة خام ولا اي حاجة خالص. معلقتين دقيق بس، سوري، معلقتين من الكاكاو الخام، وطلعنا احلى صوص ممكن تتخيلوه في حياتكم. وبجد تكت ان احنا نحط معاه معلقة من النسكافيه او القهوة سريعة الذوبان، هتنقلك الصوص في حتة تانية خالص، بما اننا عاملين كيكة نسكافيه اصلا. خلاص احنا كده بعد نص ساعة، يعني ما تفتحيش على الكيكة قبل نص ساعة علشان ما تهبطش منك. هنفتح عليها بعد نص ساعة وتشمي انها خلاص الريحة بدأت تستوي. بنحط خلة كده في النص، لو طلعت معانا ناشفة مفيهاش حاجة خلاص اطفي عليها وسيبيها في الفرن شوية، ما نطلعهاش مرة واحدة عشان برضو ما تهبطش مننا. بنطفي وبنسيبها شوية، وبعدين بطلعها بقى، بسيبها تبرد وبقطعها. ما بقطعهاش وهي سخنة عشان ما تتفرفتش مننا. كل دي معلومات مهمة جدا عشان الكيكة تطلع معاكي ناجحة. هنقطعها بقى مربعات، عايزين تقطعوها ارفع من كده، عايزين تقطعوها مثلثات، بصوا زي ما انتوا عايزين. طبعا انا كان ممكن افضيها، يعني ننقلها ونزينها بقى تزيين جامد، بس انا حبيت ان احنا الموضوع يبقى بسيط عشان اي حد ما بيعرفش يعمل كيكة يقوم يعملها والموضوع يبقى سهل جدا معانا. قطعناها بقى زي ما انتوا شايفين الاول مربعات كده. بعد ما سيبناها بردت خالص، هنبدأ بقى ان احنا نجيب الصوص اللي احنا عملناه مع بعض. من الصوصات بجد يعني بيتاكل لوحده، انا اصلا سبت شوية في الاخر عشان اكلهم لوحدهم كده. وهنبدأ ندهن بقى الوش بتاعنا كده، هنوزعه وما نوزعهوش طبعا والكيكة سخنة عشان ما يسيحش مننا. اهو يعني بنديها بقى ايه، تزيينة كده على الوش. الكيكة دي اصلا تنفع تتعامل كيكة اسفنجية، يعني ينفع ان احنا نقسمها من النص، وينفع نحشيها نتعمل معاها تورته. وهنعملها مع بعض على فكرة في فيديو تاني، هقول لكم نزينها ازاي وهتطلع معانا اجمل تورته ممكن تتخيلوها. لان الوصفة دي يعني بديل الكيكة الاسفنجية. بجد انتوا مش متخيلين طعمها عامل ازاي، لازم تجربوها عشان تأكدولي بقى، يعني تقولي بعد كده وتأكدولي ان هي فعلا طلعت حلوة وممتازة. هنا بقى يعني بشرت كده شوية شوكولاتة عندي. مفيش طبعا، ممكن نستغنى عن الخطوة دي. التزيين ده بيرجع لكم انتوا زي ما انتوا عايزين. مش عايزين تحطوا حاجة خالص، خلاص هي كده تمام مش محتاجة. مش عايزين تعملوا الصوص برضو، هي مش محتاجة. بس الصوص بينقلها على فكرة، يعني بيعليها درجة حلوة قوي. رشينا بقى شوية شوكولاتة مبشورة كده على الوش زي ما انتوا شايفين كده. شكلها اصلا لوحده تحفة. فنجان قهوة بقى معاها، كوباية لبن معاها نفطر بيها الصبح. حطها للولاد، طبعا هي غنية مليانة عناصر غذائية، فيها لبن فيها بيض. آه جميلة بصراحة، جميلة. تعالوا بقى نطلع قطعة كده مع بعض ونشوف هتطلع عاملة ازاي، عشان اوريكم انها هشة ازاي وجميلة ازاي ومرتفعة. لو احنا عايزين الارتفاع بتاعها اقل، ممكن ان احنا نعملها في صينية اكبر، يعني احنا اللي بنتحكم في ارتفاع الكيكة. هنطلعها بالراحة خالص عشان ما تتفرفتش معانا. يعني بصوا، من الكيكات اللي هي السهل الممتنع، اللي هي ماسكة نفسها وفي نفس الوقت بتدوب فعلا في البق. فين انتوا كيكات الزبدة اللي احنا بنجيبها من السوبر ماركت، والله العظيم احلى بجد يعني، وحلفان اتحاسب عليه فعلا احلى. شايفين المسامات، مفيش فراغات، مفيش تكتلات. امشوا بس على المقادير زي ما احنا عملناها وهتطلع معاكي احلى من الجاهز بكتير جدا. الناس اصلا كمان اللي عايزة تعمل مشروع وكده، ده مشروع حلو قوي من البيت، وبتعملي بقى صفحة وتبدأي ان انتي تعلني. ممكن تعملي كيكات، بس يعني الموضوع سهل جدا يعني. هنطلعها بقى نرصها كده في الطبق. انتم طبعا ممكن تقطعوا ارفع، بس انا حبيت ان انا اوريكم ارتفاعها عامل ازاي، شكلها عامل ازاي، هشة جدا. لازم تجربوها. شايفين بقى جميلة ازاي وتحفة ازاي. وانتي بتتفرجي عليا بقى ما تنساش تنزلوا تعملوا لايك، وكل شوية افكركم عشان ما تنسوش، عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، وبفضلكم ان شاء الله هنوصل. وبشكركم جدا على حسن متابعتكم، وبشكر الناس اللي تابعت معايا الفيديو للنهاية. وما تنسوش تقولوا لي رأيكم وكومنت حلو كده زيكم في التعليقات.
بعد ما رصيناها بقى يعني اديناها بقى رشة من الشوكولات المبشور، وده كان شكلها في الاخر. يعني الاطفال هتحبها قوي، وانتوا كمان ككبار هتحبوها جدا مع الشاي ومع القهوة، هتعتمدوها. ومن الكيكات المضمونة 100%، والمكونات بتاعتها سهلة موجودة عندنا في البيت. هتقومي دلوقتي بعد الفيديو ده تعمليها وتجربيها وتقولي لي رأيك فيها ايه. لازم ترجعي للفيديو تاني وتكتبي لي في الكومنتات انك جربتيها وطلعت معاكي ناجحة 100%. يعني شوفي انا واثقة ازاي، انا واثقة ان انت هترجعي تقولي لي انها فعلا نجحت معاكي 100%. اديناها بقى شوية شوكولاتة كمان على الوش كده. جه بقى يعني ضيوف جالك فجأة، حد جالك على فجأة عايزة تعملي حاجة سريعة، دي من الحاجات المنقذة وحلوة. وما تنسوش اللايك.